مراد باطنة. عند تسديد مراد. اللاعب مراد باطنة كيقدم اداء خرافي هذا الموسم. في هذا المقطع غادي نتعرفوا عليه مزيان واش يستحق المنتخب المغربي او لا. قبل ما نبداو بغيت نقول لك الا بغيتي تدعم هذا المحتوى فكنحتاج منك ضغطه زر وهي الضغط على الاشتراك، كتضغطي عليها شكرا. دخلوا للفيديو. تزاد مراد باطنة نهار 27 يونيو 1990 في مدينه اكادير. بدا مراد باطنة المسيره الكرويه ديالو في 2010 مع نادي حسنيه اكادير. اول مره بغى يلعب مع المنتخب سنه 2013. دابا فاش تعرفنا على مراد باطنة اجي نعرضوا ارقامه هذا الموسم. فراه مراد بدا بدايه قويه هذا الموسم، وتخيلوا معايا ان هذا اللاعب هو ثاني اكثر لاعب مساهمه بالاهداف، حيت قدر يسجل 8 اهداف وعطى 5 ديال التمريرات الحاسمه. والبيت اللي سجل ضد منير المحمدي غيورينا قيمه مراد باطنة. اما بالنسبه واش غيقدر ينقض على رسميه في تشكيله وليد الركراكي اللي فيها منافسه كبيره في مراكز الهجوم، ودابا راه مراد اللي كينافسوا منافسه قويه هو امين عادلي وحكيم زياش. بالنسبه واش غيقدر يلعب كاساسي، هذا السؤال غنخليه ليك جاوبني عليه في التعليقات.